في أولى لقاءات السبت عن الأسبوع 12 من البطولة الاحترافية، احتضن الملعب البلدي في بركان قمة الجولة بين نهضة بركان وضيف رجاء الرياضي، وانتهت بتفوق النسور بهدفين دون مقابل. انطلقت فصول المواجهة بصافرة الحكم داكر رداد، وانطلقت معها الندية والمنافسة بين عناصر الفريقين. والمستجد الأول في الدقيقة 7، الرجاء سيتحصل على ضربة جزاء بعد أن لامست كرة حمزة خابة يد لاعب بركان الركراكي، يعود الحكم رداد إلى تقنية الفار ويلغي بعد ذلك كل من ضربة جزاء للرجاء وورقة حمراء للركراكي، ويقر بوجود خطأ لصالح المدافع يوسف دايو. بعد ذلك حاولت عناصر الفريقين الوصول إلى المرمى بعدة محاولات، والأبرز كانت لممثل بركان في الدقيقة 31 من رجل اللاعب إبراهيم البحراوي، وتسديدته لاقت تدخلا مميزا من الحارس أنس الزنيتي في مناسبتين، لينتهي المشهد الأول بلا غالب ولا مغلوب. خلال المشهد الثاني بحث الطرفان عن التقدم في النتيجة بعد مجموعة من المحاولات، والرجاء الرياضي كان الأقرب لافتتاح التسجيل، وهو ما سيتأتى في الدقيقة 83 بهدف رائع للاعب محمد زريدة يستحق الإعادة. النسور سيواصلون الصحوة، وآخر الدقائق ستعلن هدفا ثانيا بعد عمل جماعي من لاعبي الفريق، ومسجل الهدف المتألق محمود بن تايك. هدفين دون مقابل نتيجة المباراة. المباراة كانت مفتوحة من الفريقين حبوا اثنين ينتصروا. احنا جينا هنا بفكرة واحدة، الانتصار ولا غير الانتصار، وهذا يتشاف من اللون تايم دي ماتش نتاع الشوط الاول والشوط الثاني وكامل المقابلة. وصلنا العديد من المرات المناطق نتاعهم كانت عديد من الوضعيات سانحة للتسجيل. الفريق صبر، قاعد يخدم على الاسلوب تاع اللعب نتاعو، قعدنا على مستوى الامتلاك خير من المنافس، على مستوى خلقان الفرص خير من المنافس. انتصار مستحق، كانت مقابله فيها نسق عالي، مقابله كانت فيها ريتم كبير من الفريقين. نشكر برشا اللاعبين فريمون عملوا ان جران ماتش اليوم. الحمد لله اليوم كما كنقول من احسن الماتشات اللي دوزنا، وكما قلت لك انا عندي تاريخ هنا في نهضة بركان. هذا ثاني هدف ليا كنسجلو هنايا، والهدف كي غادي نقول لك ما نقدرش نوصف لك الشعور. الحمد لله دعوي الوالدين وقلوب الجمهور اللي كاينين هنا واللي كاينين في كازا. هذا الهدف كنهديه لهم، وهذا الفوز كنهديه جماهير فريق الرجاء البيضاوي. انتصار هو الخامس لفريق الرجاء الرياضي، يقرب أكثر من المقدمة بحصيلة 20 نقطة، فيما الهزيمة هي الرابعة لفريق نهضة بركان، جعلته في وسط ترتيب الدوري.